السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وكل عيد وانتم طيبين يا رب. النهاردة وصفتنا اول وصفة على السفرة بتبقى موجودة اول يوم العيد. النهاردة حبايبي هنعمل طبق المشكل او طبق الحلويات بتاع العيد، او طبق السمين. شوفوا انتوا هتسموه ايه، بس هو ليه كذا اسم يعني بصراحة. طبعا كل معروفه ان في الذبيحه دي بيجي لك حاجات كتير. انت بتذبحي بيجي لك كبده، بيجي لك قلب، بيجي لك كلاوي، بيجي لك مخاصي، بيجي لك كل الحاجات دي. فانت طبعا ايه، من كل حاجه حاجه صغيره صغيره، فعايزه تعملي الحاجات دي كلها طبق واحد، وفي نفس الوقت يديني طعم المطاعم اللي بتاعه المصمت، ويديني ايه الطعم اللي انا بحبه، اللي انا باكله بره هاكله في البيت وهيبقى اطعم كمان وكمان. مقاديرنا حبايبي النهارده: عندي طبعا الكبده بتاعت الذبيحه، النصيب اللي انا اخدته مثلا، وعندي القلب، وعندي الكلاوي، وعندي المخاصي او المزاليكا، وعندي لحمه مفرومه دي انا عصقتها، قصدي فرمت عليها بصله، وحطيت لها التوابل بتاعت الكفته العاديه جدا. وعندي كمان هنا توم مفروم، وعليه قرنين فلفل حامي، عندي خل، وعندي ليمون. تمام. فلفل اخضر شرايح، وفلفل اصفر مكعبات. يلا حبايبي نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها ايه، كمان عندي 200 جرام ليا قطعتها مكعبات. دي بقى هي اللي بتدي الطعم الجميل للحاجات دي، الحلويات والسمين والحاجات دي. الطعم وسر سر حلاوتها بتبقى في اللية دي. يلا بينا حبايبي. اول حاجه بنعملها، انا باخد الثوم المفروم بتاعي ده وبحط عليه معلقتين كبار خل، وبعصر عليه ليمونتين. بسم الله. وبقلبهم في بعض كده كويس قوي، عشان ده شغلي كله اصلا فيهم، دول اللي هطعم بيهم الحاجه بتاعتي اول باول. تاني مرحله عندي انا بكور الكفته بتاعتي. بسم الله. اهي كور صغيره مش كبيره. زي ما انتم شايفين معايا بكورها، وبتبقى الكفته دي بالنسبه لي يمكن تاني مرحله، لان هي اللي بتاخد ايه سوا شويه. ده حبايبي الكفته بتاعتي بعد ما صبعتها، ويلا بينا نبتدي شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي انا بحط معلقتين زيت، وبنزل بالليه بتاعتي عشان تنزل كل الدهون اللي فيها. افضل اقلب فيها كده لحد ما تنزل كل الدهون اللي فيها اهو. اول حاجه بنزل بيها المخاصي، لان هي بتاخد سوا، لان هي فيها نسبه زفاره عاليه، ولو حطيتها بعد اي حاجه هيبقى كل اكل فيه زفاره. لكن حبايبي دي بتنزل ميه كتير، ولازم تصفي كل نسبه الزفاره اللي فيها دي. تمام. اول ما بتصفي الميه دي كلها وتبان عندي بقى الدهون بتاعت الزيت والليه بتاعتي، انا بنزل باللي بعده. وبعد ما صفت كل ميتها انا بطعمها بالثوم بتاعي اللي مليان خل وليمون دوت. وكل ما بحط حاجه زيها كده نفس الوضع، انا بطعم كل اللي بحطه، بس دي بتاخد اكبر نسبه عندي، لان هي اكبر حاجه عندي فيها نسبه زفاره هي. وبعد ما استوت عندي حبايبي انا
على جنب كده كلها كده، كله على جنب. وبنزل بالكفته بتاعتي. دي حبايبي انا مش بقلبها الا لما تتماسك شويه وتاخد طبق عندي ويبتدي لونها يتغير. دلوقتي بعد الكفته بتاعتي ما خدت لون انا ممكن اقلبها. بعد ما استوت الكفته بطعمها برضو بالثوم وبقلبها تقليبه واحده زي ما اتفقنا، بنركن كده على جنب. وهنزل بالقلب. القلب ده طبعا بياخد سوا جامد، يمكن هو اكتر حاجه بتاخد سوا، بس انا حبيت احط الكفته قبل منه لان لو حطيت القلب الاول هتكتر في الصينيه والكفته هتتفتت مني. وبعد ما استوى عندي القلب برضو بطعمه بالتومه بتاعتي وبقلبه. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ شايفين السمين بتاع زمان اهو، السمين بقى بتاع المطاعم والمصمت والعربيات، حاجه في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله. شايفين الروعه ولا الريحه؟ مش عايزه اقول له خبر ابيض. زي ما اتفقنا بركن كله كده على جنب وهنزل بالكلاوي. كده انا عندي بقى صينيه مشكل مش عايزه اقول له بتاعت العيد بقى. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم بخير يا رب. السنه الجايه وكل واحد محقق احلامه وكل عنده امنيه ربنا يحققها له يا رب وينولها له. بعد القلب ما استوى عندي برضو بطعمه بالتومه بتاعتي بالخل والليمون اهو، وبقلبه مع اخواته. وبنزل بالفلفل الاصفر بتاعي اهو. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ عايزه اشوف بقى في التعليقات عجبتكم ولا لا. عايزه التعليقات تولع الدنيا في الفيديو ده ان شاء الله. ممكن كله على جنب كده كالعاده. وبنزل باخر حاجه عندي وهي الكبده. دي طبعا اخر حاجه بتاخد سوا. الكبده عندي ما بتاخدش سوا خالص. تمام، في دقيقه بتكون استوت. بسيبها كده في النص تاخد وقتها براحتها وتستوي براحتها. ودي الكبده بتاعتي يا حبايبي استوت اهي. بطعمها اخر حاجه باخر حبه توم عليه اهو. تمام. والله العظيم يا جماعه الصينيه دي النهارده روعه الروعه. المشكل بتاعنا حاجه فوق الوصف صراحه. بنزل بقى بالفلفل الاخضر بتاعي. تمام. وعندي معلقه كزبره ومعلقه فلفل اسود اهو. كده اخر حاجه بنقلب كله مع بعض. انا مش عايزه الفلفل يعني يبقى، انا عايزاه يدبل بس مش عايزاه يبقى طري خالص. كل حاجه عندنا استوت دلوقتي خلاص وجهز الطبق بتاعنا للاكل بالف هنا وشفا. بس انا عايزه الفلفل يدبل شويه. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى بالاشتراك في القناه، ما تنسوش لايك وشير كومنتات بقى. مش عايزه اقول لكم انا النهارده مستنيه على الاكله دي وعلى الطبق بتاعنا النهارده، مستنيه كومنتات تشرح قلبي كده وتفرحني. ده حبايبي النهارده طبق المشكل بتاعنا. شايفين جميل ازاي؟
شايفين حاجه تفتح النفس وتجري الريق. كل سنه وانتم طيبين، تنعاد عليكم بخير ان شاء الله يا رب. والسنه الجايه ان شاء الله وكل واحد يحقق احلامه وينول اللي في باله يا رب ان شاء الله، وينصر بلدنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين.